السلام عليكم. ازيكم؟ خليني في البدايه كده اسالكم سؤال. فلنفترض مثلا ان الانسان عاش كذا مره في عصور مختلفه، يعني انت او انتي عشتوا قبل كده في عصور قديمه بشخصيات واسماء تانية. حلو. فايه رايك لو قلت لك انك اتعرضت لصدمه سواء نفسيه او جسديه، وان الصدمه دي نشطت جزء معين كده في الذاكره بتاعتك خلتك تقدر تتواصل مع شخصيتك القديمه، لا وكمان تعرف تفاصيلها كلها. ايه رايك تجرب؟ اهو ده اللي حصل مع بطله قصتنا النهارده، المراه اللي جت من عصور قديمه عشان تعيش معانا وتحكي لنا تاريخها. هنتكلم النهارده عن دروسي او المشهوره بأم ستي. رادارنا النهارده في لندن، وتحديدا يوم 16/1/1904 لما اتولدت بطلة قصتنا دروسي لويز. دروسي لما كان عندها 3 سنين وهي بتلعب وقعت من على السلم واغمى عليها، ولما فاقت بدأت تتصرف بشكل غريب جدا واتصابت بمتلازمة اللكنة الأجنبية. والمتلازمة دي باختصار كده ان لو في شخص اتعرض لصدمة نفسية او جسدية بتأثر على حاجة في دماغه بتخليه يتكلم لغة تانية ملوش علاقة بيها، او انه يتكلم لغته الام بس بلكنة تانية. المهم ان دروسي كانت في مدرسة دينية كان اسمها مدرسة الحد، وبعد فترة حصل مشكلة معاها وبعدوها عن باقي البنات وبلغوا أهلها إنهم يجوا. ولما راحوا أهلها المدرسة قالوا لهم إن دروسي قارنت بين الديانة المسيحية وبين ديانة مصرية قديمة اسمها هيسن، وإن ده محظور عندهم عشان كده بعدوها عن الطلبة الباقيين. أهلها اعتذروا عن اللي حصل ووعدوهم إن الكلام ده مش هيتكرر تاني أبدا. المهم بعد فترة المدرسة كانت بتعلمهم ترنيمة كده عشان يقولوها الأطفال مع بعض، والترنيمة دي كان فيها جزء بيلعن المصريين القدماء. دروسي رفضت تغني الترنيمة دي وفضلت تدافع عن المصريين القدماء لحد ما اترفضت من المدرسه خالص، يلا خدت الشر وراحت. المهم ان دروسي فضلت قاعده في البيت حزينه لحد ما ابوها قرر يخرجها ويوديها المتحف البريطاني. اول ما دروسي دخلت المتحف وشافت سيتي الاول كانت مبسوطه جدا وقالت هذا هو بيتي، اين الاشجار والحدائق، ولفت على تماثيل المتحف كلهم وفضلت تبوس رجلهم واحد واحد. وكمان بدات تدرس تاريخ مصر القديم لحد ما وصلت 15 سنه والموضوع عالي معاها جدا، وقالت ان مومياء سيتي الاول زارتها بالليل، لا وكمان اتكلمت معاها، وده طبعا غير متلازمه اللكنه الأجنبية، وكمان كانت بتمشي بالليل لوحدها وهي نايمة. فالمهم انهم اعتبروها مجنونة ودخلوها مصحة للأمراض العقلية، وبعد فترة خرجت من المصحة وكملت دراسة المصريين القدماء لحد ما وصلت 27 سنة واشتغلت في مجلة علاقات عامة مصرية في لندن. وفي الوقت ده قابلت إمام عبد المجيد وهو كان ساعتها مصري بيدرس في لندن، واتعلقت بيه جدا وفضلوا على تواصل حتى بعد ما رجع وعرض عليها الجواز ووافق. وسنة 1931 جت مصر لإمام واتجوزوا وقعدوا في القاهرة وخلفوا ولا وسموه سيتي، وبقت هو ده الاسم اللي اتعرفت بيه في مصر وبقت ام سيتي. لحد هنا الموضوع مش غريب، واحده معجبه بتاريخ مصر ومفتونه بيه عادي. تعالوا بقى نعرف الغريب. دروسي قالت ان في واحد اسمه حرع كان بيزورها وهي نايمه، وانه كان بيمليها حياتها اللي فاتت في مصر القديمه، وعلى مدار 12 شهر كتبت قصه في 70 صفحه باللغه الهيروغليفيه. والقصه كانت بتقول انها كانت في مصر القديمه اسمها بنت رشت. على كلامها بنت رشت كانت بنت فقيره، امها كانت بياعه خضار وابوها كان جندي من جنود الملك. وطبعا انا مش محتاج اقول لك الملك كان مين، صح برافو عليك، هو الملك سيتي الاول. تعجبني وانت مركز. المهم ان بنت رشت امها ماتت وهي عندها 3 سنين، وابوها خدها ووداها معبد السلطان في ابيدوس لانه ما كانش قادر على رعايتها. المهم واخد بالك انت من سنها اللي امها ماتت فيه، هو نفس سنها اللي وقعت فيه على السلم في بيتهم في لندن. المهم ان المعبد قبلها وتربت فيه عشان تبقى كاهنه. انا اعرف ناس كاهنه ما تربتش في معبد. ولما وصلت 12 سنه الكاهن خيرها بين اختيارين، اما انها ترجع تعيش براحتها بره المعبد او تفضل راهبه عذراء في المعبد طول عمرها. دروسي كانت طفله ما عندهاش اي خبره، وبالنسبه لها المعبد كان امانها وعلمها الوحيد، فاختارت المعبد. لحد ما في يوم راح سيتي الاول عشان يزور المعبد وشاف هناك بنت رشت، والمهم انه اتكلم معاها وعجبته لحد ما اكلوا الاوزه الغير مطبوخ. طبعا انت فاكرني بهبد وبقول اي كلام، بس هي قالت كده بجد والله. والتعبير ده معناه في لغتنا انهم اكلوا الفاكهه المحرمه وحملت منه. ولما حملها بدا يبان ومش هتقدر تخبى اكتر من كده قررت انها تصارح الكاهن. الكاهن قال لها ان اللي عملته ده كارثه وانه حسابه كبير هيوصل للموت اكيد. بنت رشت كانت بتحب الملك جدا وخافت ان هي تبقى الفضيحه بتاعته، فببساطه انتحرت وخلصت القصه على كده. القصه طبعا ما تصدقتش والناس خدوها في سكه خرافات من واحده مجنونه اصلا. المهم سنه 1935 انفصلت دروسها عن جوزها وخدت ابنها سيتي وغيرت سكنها وراحت سكنت جنب الاهرامات، وهناك قابلت سليم حسن وهو عالم اثار مصري وقرر يعينها مساعده ليه. واتعرفت دروسي اللي قدمت اسهامات كتير مع سليم حسن واللي استفاد من لغتها المصريه القديمه. وبعد ما خلصت مشروع هرم
دهشور مع سليم حسن سنة 56 قررت أم سيتي إن هي ترجع لبيتها الأول في أبيدوس، واشتغلت في ترجمة القطع الأثرية اللي مش مفهومة. وفي مرة قرر كبير مفتشين وزارة الآثار إنه يختبرها، فطالبها إن هي تحدد أماكن بعض اللوحات بما إنها يعني عاشت هنا قبل كده في الحياة السابقة زي ما بتقول. والمفاجأة إن هي حددتهم بالظبط، لا ومش كده وبس، وقالت لهم على اللي فيهم كمان. وفي سنة 64 كانت دروسها هتتقاعد بسبب سنها الكبير، بس الحكومة عملت لها استثناء وخلتها تكمل لحد سنة 69. وكانوا الناس والسياح بيزوروها كتير وبيجيبوا لها هدايا معاهم كمان. وفي سنة 1972 جالها أزمة قلبية، ولما خفت منها قررت إن هي تبيع بيتها القديم وراحت عاشت في أوضة صغيرة جنب أحمد سليمان حارس المعبد القديم. ولأنها كانت عارفة إن المسلمين والمسيحيين مش هيرضوا يدفنوا واحدة من الوثنيين في مقابرهم، فقررت أم سيتي إن هي تبني قبرها الخاص تحت الأرض، وعملته بباب خفي زي المصريين القدماء بالظبط. وماتت يوم 21/4 سنة 1981. والحكومة رفضت إن هي تدفن في المقبرة اللي بنتها، وحطوها في قبر ملوش علامات خالص واتجهوه ناحية الغرب. وخلصت قصتنا على كده. ومعظم علماء النفس اللي درسوا حالة أم سيتي دي رفضوا إن هم يعترفوا بموضوع الحياة السابقة، وقعدوا يقولوا بقى تفسيرات كتير للي حصل ده. لكن من الناحية التانية بالنسبة لبتوع الآثار فهم كانوا منبهرين ومعجبين جدا بأم سيتي باللي عملته في حياتها وبدقة أوصافها وكمان بتاريخها. المهم دلوقتي جاوبني، لو افترضنا إن الموضوع طلع حقيقي وإنك تقدر تتواصل مع شخصيتك في الحياة السابقة، هتوافق ولا لا؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. وكالعادة طبعا ما تنساش تقول لنا رأيك، ولو حبيت تبص على المصادر هتلاقيني سايبها لك تحت في الديسكريبشن. ولو انت على اليوتيوب اخبط لايك وسبسكرايب ودوس على زر الجرس عشان يوصلك حكاياتنا الجديدة. ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وما تنساش طبعا حركة الاكسبلور. سلام.